السلام عليكم غزالة ديالي، لاباس عليكم؟ كي درتو؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الشهيوه اللي كتجي زوينه ساهله مهله توجديها حتى اللحظات الاخيره وكتجي بنينه، واحد القرمشه، واحد اللذه، واحد الحشوه ما نقولش لكم. قبل ما نشاركها معكم غادي نشارك معكم واحد الطريقه ديال الثومه اللي درتها الصراحه في هذا رمضان هذا، نفعاتني بزاف وزوينه. كتحتفظي بها هكا في الثلاجه اولا تقدري تخليها حتى خارج الثلاجه. تبعوا معايا المراحل ديال التحضير ديالها. هنايا كما كتشوفوا معايا عندي الثومه قشرتها، درتها هنايا في الهاشواغ. كما شفتوا حيت ليها القشره ديالها كامله، وغادي نضيف ليها عندي شويه، درت ليها انا تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال الزيت النباتيه. تقدروا ديروا غير زيت الزيتون اولا ديروا غير زيت النباتيه اللي كتفضلوا. غادي نديرها هنا في الهاشواغ وغادي نطحنها مزيان كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طحنتها. غادي ناخذ هكا واحد القرعه ديال الزاج اللي تكون معقمه وغادي نديرها فيها، وهكا كما كتشوفوا غادي نديرها فيها. هاد الطريقه هذه كتبقى لنا الثومه مده طويله وكتبقى زوينه. وكما كنشوفوا دابا مع الصيام كنكونوا مزروبين، كتبغي توجدي هكا شي شهيوه فيها الثومه، عاد تهزيها تحكيها تنقيها، يعني هكا ساهله مهله كتكون واجده. هنايا ضفت ليها شويه هكا نغرقوها في الزيت. انا درت هنايا زيت العود وغادي نحتفظ بها في الثلاجه اولا تحطوها هكاك فوق ما بغيتو نتوما تجبدوها وتستعملوها. دابا غادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه ديال هاد الشهيوه اللي غادي نحضروا اليوم. هنايا كما شفتوا معايا خديت المقلاة، درت فيها البصله. هنايا درت جوج البصلات، ضفت ليهم شويه ديال زيت الزيتون. هاد البصله البيضاء هذه دغيا كتدبل. ضفت ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. نخلي هذيك البصله حتى تدبل ليا مزيان. هاد الحشوه كتجي زوينه وماشي ضروري انكم تعمروا بها غير الخبز ديال الطورتيات، تقدروا تعمروا بها اي حاجه. هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف وكما انتم غتشوفوا معايا كيفاش كتجي. صافي هنايا من بعد ما دبلات ليا البصله كما شفتوا خليتها حتى تقلات مزيان، كنقصوا عليها البوطه. ضفت هنايا الكفته، شويه ديال الكفته كان عندي. وهنايا خديت هذا الصدر ديال الدجاج اللي حتى هو كان كونجيلي وقطعته هكا صغور وضفتو لهاد الحشوه هذه. بالنسبه للكفته تقدروا الا ما كانش عندكم ماشي ضروري، انا بقى لي هاد شويه هذا قلت نديرو في هاد الحشوه هذه وكيجي زوين. هنايا درت تقريبا واحد المعلقه كبيره مع عمراش ديال الموطارد. هنايا درت لاصوص ديال الصوجا معلقه صغيره حتى هي، وغادي نخلط مزيان. صافي هذه هي زعما العناصر اللي كندير في هذه الحشوه هذه: الملحه، البزار، الزيت، تقدروا ديروا زيت نباتيه اولا زيت العود. درت معلقه ديال الموطارد، شويه ديال الصوجا. صافي ونخليو هذه الحشوه هذه ديالنا طيب، نخلطوها مزيان بيد ما يبداو يدبلوا لنا شويه. غادي نضيف ليها شويه ديال المعدنوس هكا. المعدنوس حتى داك الدجاج بدا يشد راسو شويه في الطياب عاد نضيفوا المعدنوس. صافي هنايا انا الكفته راه عندي مكونجوليه، داكشي علاش ما فيها لا عطريه لا حتى شي حاجه. صافي غادي نبدا نخلط مزيان هذا الخليط هذا حتى تذوب ليا الحشوه. نوضعها على جنب نخليها تبرد ومن بعد نرجع معكم. غادي نضيف شويه ديال الحار. انا ديما في هاد الحشوات هادي ضروري يكونوا شويه حارين. غادي نضيف الحار كيبقى اختياري، يعني الا ما كتبغيش الحار ماشي ضروري انكم تضيفوه. انا كما شفتوا معايا درت شويه. صافي غادي نخليها طيب. من بعد ما طيب غادي نضيف ليها هكا مربع ديال الفرماج اولا ديروا لها فرماج غابي، المهم اللي توفر عندكم. هذا الفرماج هذا كيعطيها واحد التعليكه كتجي زوينه. صافي نخليها تقلى مزيان حتى تنشف من الزيت وديك الحشوه هكا تدغمر مزيان. صافي غادي ناخذ هنايا هذا الخبز ديال التورتيه اللي غادي نعمروه به. صافي غادي ناخذ الورقه هكا كما كتشوفوا معايا، غادي نقطعها على جوج في النص على هذا الشكل هذا. هنايا درت الكيتشوب ودرت لاصوص الحاره ودرت هذا الفرomage، داك الفرomage ديال بحال الجبن هذاك. خلطت مزيان هذا الخليط هذا. تقدروا ديروا اي صوص عندكم، يعني ماشي ضروري هذا الصوص اللي درت باش كتجي هكا الورقه فازقه وكتعطي واحد اللذه زوينه لهاد الحشوه هذه. صافي غادي نطويها هكا من الجنب كيجيو زوينين البنات وتقدروا توجدوهم في اخر لحظه. صافي غادي نبدا ندير الحشوه ديالي هنايا وغادي نحاول نطويها على شكل بريوات، كيجيو لذاذين بزاف مقرمشين. وكما قلت لكم هاد الحشوه هذه تقدروا ديروها في اي حاجه.
صفت هنايا فخوماج كما شفتوا معايا، فخوماج غابي صافي. وغادي نبدا نلويها هكا صافي. وهاد الجنيب هذا غادي ندخلو هنايا صافي ونخليها على جنب، وندوز نصايب عاوتاني واحده اخرى معكم باش تشوفوا معايا الشكل كيفاش كيجيو زوينين البنات وساهلين ماهلين. كما قلت لكم تقدروا توجدوا الحشوه وتخليوها تبرد حتى تقرب المغرب هكا وتنوضوا صافي هي تعمروهم ديروهم في البانيني اولا في المقله. اللي ما عندوش البانيني قد يديرهم غير في المقله هكا بدل ما كيتقرملوا هكا شويه وتحطيهم وبصحه وراحه كيجيو كيحمقوا لذاذين بزاف وساهلين ماهلين كما شفتوا. بالنسبه للمكونات اللي درت بالنسبه للحشوه الا ما كانش عندكم هذا الصدر ديال الدجاج كانت غير الكفته تقدروا ديروها، يعني اي حاجه توفرت لكم ديروها وديروا هذا الشكل هذا كما شفتوا معايا. كنلويوه على شكل بريوه، وهذا الجنيب هذا غادي ندخلوه من هنا صافي. من بعد ما غادي نلوي انا الكميه اللي عندي كامله حتى نبغيو ناكلوهم، وديك الساعه غادي نديروهم في لاباري ديال البانيني نديروهم هكا يتقرملوا مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو زوينين البنات ولذاذين ومقرملين. انا شي وحدين بركت عليهم بزاف في البريصه وهم يتحلوا ليا من الجنيبات ماشي مشكل. انا غادي نحل معكم وحده جاتني سخونه بزاف. ها هي شوفوا معايا كيفاش كيجيو من الداخل، ما نقولش لكم كيجيو كيحمقوا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، والوصفه ديال الثومه حضروها قولوا لي كيف جاتكم. صراحه راه كتهنيك من تماره ديال كل ساعه نقي الثومه وحكيها وكل شيء كتجي هكاك ساهله مهله. بزاف ديال البنات اللي جربوها حيت فايته شاركتها معكم في تيك توك وعجباتهم بزاف ودارت بزاف ديال المشاهدات ودرتها حتى في انستغرام وعجبات البنات بزاف. كاينين اللي جربوها وصيفطوا لي التطابق ديالهم. كنتمنى اللي ما عندوش الانستغرام ديالي والتيك توك ديالي انا غنخلي لكم في صندوق الوصف، دخلوا تابوناو معايا. راه كنحط وصفات هكا اللي ساهلين ماهلين، بزاف ديال الحوايج اللي كنحطهم تما ما كنحطهمش في اليوتيوب. وقلت علاش ما نشاركش هاد الفكره هذه ديال الثومه مع صحاباتي اللي في اليوتيوب. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. الا كنتي اول مره كنقول مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، كنشكركم بزاف 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 وكنقول لكم مرحبا بكم. شكرا لكم، تهلاو في راسكم. الى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.